مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وكويسين وكل سنة وانتم طيبين. ونتمنى أن ينال مضمون الحلقة إعجابكم. وفي البداية أحب أنوه وأكد أن أي ظاهرة بنعرضها هنا لتوضيح الوجه الآخر للظاهرة دي، هدفنا فقط التوعية وعرض الوجه الآخر الخفي بصورة مبسطة وحيادية. ويلا بينا نتعرف على الوجه الآخر الخفي لظاهرتنا بتاعة الحلقة النهاردة، وهي ظاهرة التنمر. يعني ايه تنمر اصلا؟ التنمر ده بيبقى اساءة لفظية او جسدية. يعني لو هي لفظية بتبقى في صورة شتيمة، ولو جسدية بيبقى سلوك عدواني بيحصل ما بين الناس، بيضربوا بعض وبيبقى فيه اثر باين على الجسم. بيعتمد الإساءة الجسدية دي على إن بيبقى فيه بلطجة وفرض القوة، وبترتب طبعا على الإساءة اللفظية أو الإساءة الجسدية وجود آثار نفسية على الشخص اللي بيتم التنمر عليه مش كويسة، وبيبقى ليها أبعاد وحشة جدا عليه وعلى اللي حواليه، وبالتالي بيدخل في مرحلة سيئة جدا وبيأثر تأثير سلبي. طب هو ليه اصلا بيبقى فيه تنمر؟ وليه الناس بتأذي الناس بالمنظر ده وبتتنمر على ناس تانية؟ اسباب التنمر يعني لما احنا بحثنا فيها لقينا ده سلوك اصلا بيبقى في الشخص المؤذي اتربى عليه من الصغر. يعني ده بيبقى شخص مؤذي من الصغر، اتربى على ان ده اسلوب حياة، مش متعلمش ولا اتربى ان ده اسلوب مرفوض وان اسلوب غير صحيح. وده طبعا بيبقى راجع الى قصور في اسلوب التربية، وان اسرته اصلا مؤذية وبتتعامل ان بالاسلوب التنمر ده اللي هو ده العادي، فبالتالي هو طلع ان ده العادي. تعرض الشخص المتنمر للعنف والمعاملة السيئة والقاسية من والده ووالدته أثناء تربيته، ده بيخليه إنه يبقى عايز يصب غضبه اللي هو اكتسبهم منه ونتيجة القسوة من الأب والأم على كل اللي حواليه في صورة سلوك عدواني وسخرية وتنمر. علشان كده الشخص اللي بيتنمر على حد بيبقى أصلا غير سوي نفسيا وجواه عقد وكلاكيع نتيجة التربية الغلط اللي بتبقى جاية من الأب أو الأم أو الاتنين مع بعض. وده بيخليه ان هو لما يبقى حاسس بنفسه بقى ان هو يطلع غضبه، يبقى انا كده شخص كويس، مع الغض النظر ان هو بيأذي شخص تاني. تالت سبب من الأسباب بتاعة التنمر المكانة الاجتماعية للشخص المتنمر. بمعنى يعني في الشخص المؤذي هو شايف نفسه ان هو حاجة جامدة جدا، في بوزيشن قوي جدا، فيبقى الغرور والأنا عنده بتبقى عالية، وبتبقى منتشرة في كل الشخصيات، مش بس الشخصيات المشهورة، لا كل الشخصيات اللي عندها حتة غرور وحتة أنا عالية بيبقوا غير سويين نفسيا. ده بيخليهم من جواهم بيحسوا ان هم أفضل من الناس كلها، وبالتالي بيبقى عايزين يتنمروا على كل الناس عشان يحسوا ان هم ناس واو جامدة ومحدش زيهم نهائي. رغبة المتنمر ان هو عايز حد يهتم بيه ويلفت النظر عشان يسد الفراغ العاطفي والحرمان اللي جواه، نتيجة طبعا التربية الغلط زي ما احنا لسه قايلين، ونتيجة العقد والكلاكيع اللي جواه. برضو من أسباب التنمر إن هو بيبقى الشخص المتنمر المؤذي ده دايما بيحس بالنقص وعدم الأمان، عشان يثبت بقى إن هو راجل جامد جدا وكامل متكامل. ما عندوش طبعا أوبشن إن ربنا هو الكامل، لا ما عندوش الأوبشن ده، هو عايز يبقى كامل ويعوض عدم الأمان. إزاي بقى؟ يبقى بيثبط عزيمة الشخص الآخر اللي هو بيتنمر عليه، بيحتقره علشان يحس ان هو قليل، وفي نفس الوقت يحس هو المتنمر ان هو احسن من كل الناس، فهو كده يبقى حاسس ان هو جامد جدا. كمان الاختلاف ما بين الناس من حيث الشكل والمظهر الخارجي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، والتفرقة العنصرية ما بين لون ولون. الشعور بالغيرة من الآخر والنقص بيخلي الشخص يبقى متنمر ومؤذي. النشأة في أسرة مفككة وتبقى مش متزنة نفسيا، وغياب القدرة في التحكم في الغضب والانفعال. وكمان الأسرة المفككة عشان نبقى واضحين، واحنا عملنا حلقات على الموضوع دوت على قناتنا برضو ممكن ترجعوا لها. لما الأم والأب بيتطلقوا، كل واحد بيبقى داخل في صراع مع التاني، ده بيأثر بالسلب وبيطلع أبناء مش متزنين نفسيا. طيب احنا كده عرفنا يعني ايه تنمر، عرفنا اسباب التنمر. طب ايه هي بقى الحاجات اللي بتترتب على الشخص المؤذي والشخص اللي بيأذيه نتيجة التنمر؟ يعني ظاهرة التنمر دي بتبقى شخصين، واحد مؤذي
هو اصلا مش متزن نفسيا، بيأذي واحد تاني ملهوش ذنب في حاجة غير ان هو وقع في طريق الشخص المؤذي ده. فطبعا في حاجات بتترتب على ظاهرة التنمر دي. ايه بقى الحاجات ديت؟ للأسف في الأول الأشخاص اللي بتتعرض للتنمر ده بيأثر على ثباتهم الانفعالي والنفسي، وبيحصل لهم أضرار، ودولت اللي احنا هنتكلم عليهم. يعني الشخص اللي اللي يتعرض للتنمر هو ده اللي انا هتكلم عليه، لان احنا خلاص فهمنا مع بعض ان الشخص المؤذي اللي بيقوم بدور التنمر ده اصلا غير متزن نفسيا. طب بيحس ايه بقى بالشخص اللي للأسف اتعرض للتنمر من شخص مؤذي؟ شعوره بانه بالفعل عنده مشكلة وان هو اقل من الناس، بيجيله حالات يأس واحباط وفقدان الثقة في النفس وفي المجتمع اللي حواليه، بيبقى مسيطر عليه فقدان الشعور بالأمان والخوف، ضعف التحصيل الدراسي والإنتاج في العمل، العزلة وتجنب الأنشطة الاجتماعية وإن هو ما يبقاش يتدخل في علاقات اجتماعية مع ناس، صعوبة في النوم والأكل والاكتئاب، وبينتهي للجوء في الآخر للانتحار، لأنه بيبقى وصل لمرحلة سيئة جدا نتيجة التجربة السيئة بتاعة التنمر اللي اتعرض إليها من الشخص المتنمر. فكده احنا بنضيع ناس كتيرة جدا نتيجة شخص غير سوي وهو المتنمر بيأذي أشخاص تحت إيديه، لأنه هو بيعوض النقص اللي جواه، والناس ديت للأسف بتدفع فاتورة مش بتاعتها للأسف. طب هو التنمر له أنواع؟ له أنواع، وكل نوع بيبقى خطير في مجاله، وهنوضحها مع بعضكم. أنواع التنمر: في عندي التنمر اللفظي زي ما احنا لسه قايلين، في صورة شتائم وإهانات مستمرة قدام الناس عشان أقل منك قدام الناس، مش بيني وبينك، ما هو شخص مؤذي. التنمر الجسدي ده بيبقى في صورة الضرب الشديد والسرقة والإيذاء الجسدي، سواء ما بين الأب والأم قدام الأولاد، فبالتالي هم بيبقوا شايفين إن ده سلوك عادي، أو الأب والأم بيضربوا الأولاد نفسهم. التنمر الاجتماعي ده في صورة أذى معنوي، في صورة ترك الشخص اللي بيتم التنمر عليه لوحده وعدم التعامل معاه، بمعنى إن الشخص اللي بيتعرض للتنمر الناس كلها تبعد عنه. ايه ده، ايه ده وحش، ايه ده، ايه ده اسمر، ايه ده، ايه ده عنده وشمه في وشه، ايه ده، الحاجات دي بقى، ايه ده، ايه ده بقه كبير، فالناس تبعد عنه، فبالتالي ده بيبقى اسمه اذى معنوي. التنمر الجنسي وهو إيذاء عن طريق استخدام الألفاظ الجنسية السيئة اللي بتحرج الشخص الآخر، زائد الملامسات الغير مرغوبة، وهو عبارة عن التحرش. التنمر في العلاقات الشخصية والعاطفية، وده بيبقى في صورة نشر الأكاذيب والشائعات والتشهير لتشويه السمعة، وده ما أكثره دلوقتي. التنمر الإلكتروني، وده بيعتمد على استخدام معلومات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على شخص وتجريحه، واستخدام فيديوهات وصور له، وبرضه ده منتشر جدا دلوقتي. التنمر النفسي، وده بيعتمد على استخدام الهمزات واللمزات والنظرات المزعجة أمام الناس للشخص معين اللي إحنا بنتنمر عليه. التنمر في المدرسة، وهي معاملة طالب بطريقة سيئة، سواء شتيمة أو ضربه أو إهانته من قبل معلم بيبقى أصلا مؤذي، وهو أصلا غير متزن نفسيا، يصطاد طالب يضربه أو يهينه قدام باقي الطلبة ويقل منه. التنمر في أماكن العمل نتيجة نجاح الشخص اللي للأسف بيتعرض للتنمر، فيقوم الشخص المؤذي اللي هو أقل منه إن هو ما يتنمر عليه عن طريق تشويه سمعته وتدبير المشاكل المختلفة له، ويدخله في دورة مشاكل على طول يخليه يلف حوالين نفسه. التنمر السياسي، وهو عبارة عن سيطرة دولة قوية على دولة أضعف عن طريق القوة والتهديد والسلاح. طب أنا هعرف منين ان يعني في ايه اعراض التنمر عشان الاحظها حواليا وابعد عن الشخص المؤذي ده؟ ولو عارف حد للاسف اتعرض للمشكله دي احاول اساعده. فهي ايه اعراض التنمر؟ من اعراضه تقلب الحاله المزاجيه والشعور بالخوف الدائم، ظهور بعض الكدمات على مناطق الجسم المختلفه، فقدان الشهية وقلة النوم وعدم الرغبة بالاختلاط مع الآخرين، اكتساب السلوك الحاد واستخدام أدوات حادة في التعامل مع الآخر، والانفعال على أتفه الأسباب. طب هو التنمر دول لا علاج؟ طبعا، سواء الشخص المؤذي اللي اتنمر أو الشخص اللي تعرض للتنمر.
طب ايه طرق العلاج؟ اول حاجة الشخص سواء ده او ده، يعني المتنمر او اللي اتعرض للتنمر، لازم يبقى فيه دعم للاهل للشخص المتعرض للتنمر واحتوائه واعادة سلوك الشخص المؤذي، لان هو ناتج اسرة مؤذية. تعزيز الثقة بالنفس وتشجيع الشخص المتعرض للتنمر المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وإن هو مش أقل من حد، وكمان إن هو اتعرض لمشكلة مش إن هو قليل. تقديم العلاج النفسي للطرفين علشان ما يوصلوش لمرحلة الانتحار، وكمان في نفس الوقت إن الشخص المؤذي المتنمر ما يكررش التجربة بتاعته مع حد تاني يقع في طريقه. بكده نتمنى ان حلقتنا تكون جرس انذار بيوضح حقيقة التنمر اللي بقى منتشر بطريقة وحشة جدا في مجتمعنا بصور مختلفة، عشان كمان الناس بتاخده على محمل الهزار، وان هو ده عادي واحنا بنهزر وانت حساس وما تاخدش في دماغك. لا، انت مش بتهزر، انت بتتنمر عشان انت غير سوي، بتضيع حياة شخص تاني علشان انت مش متزن نفسيا. يا ريت تشاركونا بالتجارب بتاعتكم لو حد فيكم اتعرض لظاهرة التنمر أو اتعامل مع واحد متنمر، ونتمنى أن ينال مضمون الحلقة إعجابكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وبصفحتنا على الفيسبوك والشير واللايك وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة.